بخصوص الاستفسار الخاص، ايه هو جواب عدم الممانعة؟ لو حضرتك حابب انك تجوز بنتك لأجنبي، حضرتك خطاب عدم الممانعة ده معناه اختصارا ان الدولة التي ينتمي اليها الشخص اللي هو الزوج اللي هيتجوز بنتك، ان دولته لا تمانع هذا الجواز. ليه لا تمانع هذا الزواج؟ ايه السبب؟ علشان الحقوق المترتبة على الزواج. يعني هي آنسة هتبقى زوجته، ممكن يكون عندها أولاد، ممكن إنه يتوفى لا قدر الله. طب زوجته وأولاده هيورثوه إزاي؟ يعني هيورث المال ده إزاي؟ لازم يكون الزواج شرعي أو يكون الزواج قانوني. يكون الزواج قانوني، ولن يكون زواج الأجانب قانوني إلا بخطاب عدم الممانعة، اللي هو إن الدولة موافقة على هذا الزواج علشان باعتباره ينتمي إليها بالجنسية وماله فيها وكل ما يخص وجوده في هذه الدولة. مش هتقدر إن حضرتك تاخد أي حق من حقوقها الزوجية إلا لو الدولة دي وافقت على هذا الكيان اللي هو المشروع، اللي هو كيان الأسرة اللي هتتعمل. فده خطاب عدم الممانعة بيطلع منين؟ يا إما من الدولة نفسها يا إما من السفارة اللي موجودة داخل إقليم جمهورية مصر العربية. وبعدها زي ما أنا بينت قبل كده بتروح لمكتب زواج الأجانب ويتم توثيق هذا الأمر وبتطلع قسيمة. ده باختصار موضوع خطاب عدم الممانعة. سلام عليكم.